المسلسل الشهير عائلة 7 نجوم الذي مر عليه أكثر من 28 سنة. عائلة 7 نجوم هو مسلسل كوميدي سوري أنتج سنة 1997، يتكون من 27 حلقة، وكل حلقة تناقش موضوعا اجتماعيا معينا، يحكي قصة أشخاص يعيشون في بيت واحد ويجمعهم الفقر والبساطة بمفارقات كوميدية. المسلسل تأليف ممدوح حمادة، وإخراج هشام شربتجي. يعتبر المسلسل بمواسمه الأربعة أول مسلسل عربي من طراز كوميديا الموقف، أو ما يعرف اختصارا بالسيت كوم، حيث تم تمثيله فقط بالتصوير الداخلي على طريقة الديكور الواحد، ولم تخرج لقطات الكاميرا من ساحات المنزل وغرفه وممراته الخارجية طوال الأجزاء الأربعة. عائلة 7 نجوم هو استكمالا لشخصيات مسلسل عائلة 6 نجوم، بعد إن قام عفيف بالنصب واحتيال جميع أملاك العائلة. واليوم سوف نعرض لكم شخصيات المسلسل بين الماضي والحاضر. وفي البداية نبدأ معكم بشخصية بوران الممثلة سامية الجزائري، وتعتبر أهم شخصية في المسلسل على مدار الأربع أجزاء. سامية الجزائري مواليد 1946، ممثلة سورية، تعتبر من أهم ممثلات الدراما السورية. اشتهرت بالأدوار الكوميدية حتى لقبت بسيدة الكوميديا، وكانت أشهر ممثلة سورية في فترة الثمانينات والتسعينات على مستوى الوطن العربي. أدت الكثير من الأدوار في الأعمال التلفزيونية السينمائية والمسرحية، وهي شقيقة الفنانة صباح الجزائري. الفنان أيمن رضا الذي لعب دور بديع الابن الكبير لبوران عمره 63 سنة، ممثل عراقي الجنسية، ولد وعاش في دمشق لأب عراقي وأم سورية. درس وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. دمشق كانت بدايته في الدوبلاج لبعض الرسوم المتحركة المعروفة، منها النمر المقنع عام 82 وروبن هود عام 90. قدم العديد من الأعمال والمسلسلات السورية، ومن أهم أدواره أبو ليلى، ويعتبر عضو أساسي في بقعة ضوء، حيث أنه مثل بجميع أجزائه، ومتزوج ولديه 4 أبناء. الممثلة شكران مرتجى التي لعبت دور غادة ابنة بوران وزوجة شفيق، مواليد 70 وعمرها 54 سنة. والدها فلسطيني ووالدتها سورية، عاشت مع عائلتها في منطقة الزبداني، وحصلت على الجنسية السورية بعام 2012. تزوجت من الممثل السوري علاء قاسم، وانفصلا بعد سنوات، ولم ترزق منه بأطفال. شهرتها تحققت بعد قيامها بشخصية السكرتيرة أمل في مسلسل يوميات جميل وهناء، إلى جانب النجم أيمن زيدان والنجمة المعتزلة نورمان أسعد. باسم ياخور الذي لعب دور شفيق عمره 54 سنة، ممثل سوري. والده هو الصحفي إبراهيم ياخور الذي عمل بمجال التمثيل بفترة من حياته. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في 93. كان في نفس دفعة الفنانين شكران مرتجى، مهند قتيش، فرح بسيسو. حسام تحسين بيك الذي لعب دور أبو طمزة عمره 84 سنة، ممثل سوري من مواليد مدينة دمشق. تنوعت أعماله ما بين المسرح والتلفزيون والسينما. خاض أولى تجاربه الدرامية من خلال مسلسل أيام شامية الذي أنتج في العام 92، وبعد حصده النجاح في العمل استكمل مسيرة مشاركاته في المسلسلات السورية، إلى أن صنع لنفسه خطاً كوميدياً خاصاً بدأه من مسلسل عائلة 6 نجوم في العام 69. الفنان شادي زيدان الذي لعب دور عفيف توفي عام 2023 عن عمر 49 سنة، ممثل سوري. شقيق الممثلين أيمن زيدان ووائل زيدان توفي في 22 من فبراير عن عمر ناهز 49 بعد تعرضه لنزيف دماغي أثناء تصوير مسلسل زقاق الجن، فنقل إلى مستشفى دار الشفاء في دمشق حيث فارق الحياة. وكانت وفاته صدمة كبيرة في عالم الفن بسبب صغر سنه، وكان الفنان محبوب جدا في الوسط الفني. الفنان مصطفى دياب الذي لعب دور هاني عمره 55 سنة، اعتزل الفن عام 2008. اشتهر بالعديد من الأعمال الكوميدية السورية، أول أعماله كان عائلة 7 نجوم بدور هاني. هذه الشخصية التي ارتبطت بها عبارة محي الله، والتي انتشرت ولا زالت منتشرة في المجتمعات العربية عامة والسورية خاصة، حيث كان يقول: أنا هاني محي الله.
الفنان جرجس جبارة الذي لعب دور رئيس المخفر أبو نجيب، عمره 72 سنة، ولد في مدينة اللاذقية، اشترك بتمثيل العديد من الأدوار في عدد من المسلسلات السورية، يشتهر بأدواره الكوميدية لما يمتلك من حس فكاهة وقدرة على إيصالها إلى المتلقي. الفنان نزار أبو حجر الذي لعب دور أبو جدعان، عمره 73 سنة، ممثل سوري، بدأ في الإذاعة ثم انتقل للتلفزيون، وفي عام 2006 قدم شخصية أبو غالب في مسلسل باب الحارة التي تعتبر من أشهر أدواره. الفنانة هدى شعراوي التي لعبت دور أم هاني، عمرها 87 سنة، ممثلة سورية، اشتهرت باسم أم زكي، وهي اسم الشخصية التي كانت تقدمها في مسلسل باب الحارة، وهي من أوائل الفتيات اللواتي عملن في الإذاعة السورية، كما شاركت بالغناء فيما بعد في العديد من الأعمال التلفزيونية حيث تمتلك موهبة الغناء. الفنان عصام سليمان الذي لعب دور أبو منال، مواليد 84 وتوفي عام 2002، ممثل سوري، ولد في حلب عام 84. عرف في الوسط الفني باسم بهلول، بدأ حياته الفنية في المسرح بدمشق، ولكن شهرته أتت من خلال أداء شخصية بهلول في الثمانينات، والتي قام بأدائها في عدة أعمال، منها البناء 22 وبهلول والقبيضاي بهلول مزاد علني، وشارك بعدها في عدة أعمال منها عيلة 7 نجوم، وكان آخرها مسلسل يوميات فهمان عام 2002 قبل أن يصيبه مرض السرطان وتوفي في نفس العام. الممثلة نورمان أسعد التي لعبت دور زهرة زوجة بديع، مواليد 72 واعتزلت الفن عام 2007. بدأت مشوارها الفني في بداية تسعينات القرن الماضي، وكان نجاحها الحقيقي عندما قدمت بداية أدوارها البطولية في مسلسل يوميات جميل وهناء مع الفنان أيمن زيدان. تزوجت للمرة الأولى من الفنان أيمن زيدان بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات جميل وهناء، لكنهما انفصلا بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج لأسباب لم تعرف. وشاركا بعدها في بطولة مسلسل ألو جميل ألو هناء الجزء الثاني، وتزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال، ودام الزواج 3 سنوات، ولكنهما انفصلا في نهاية عام 2003 بعدما أنجبا ابنتهما الوحيدة جودي، وبعدها تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم، ودام زواجهما 2 سنين. وفي مطلع عام 2007 تزوجت شيخ الطريقة الكسنزانية الحالي العراقي نهر محمد عبد الكريم الكسنزاني. أعلنت اعتزالها العمل الفني في عام 2007، وذلك بعد زواجها الثالث، وآخر ظهور إعلامي لها كان في العام 2011 خلال اتصال أجرته مع تلفزيون الدنيا تحدث فيه عن موقفها من الأزمة السورية. وهذه الصورة هي أحدث ظهور للفنانة المعتزلة المحبوبة. الفنانة نبال الجزائري التي لعبت دور منال، عمرها 57 سنة، هي ابنة عم الفنانتين سامية وصباح الجزائري، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وأكملت دراستها في الإخراج المسرحي في روسيا. الفنانة أمال سعد الدين التي لعبت دور إحدى زوجات عفيف الأربعة، عمرها 53 سنة، غابت عن التلفزيون لمدة طويلة، لكنها عادت بعدها من خلال مسلسل ضيعة. تتمتع آمال بنبرة مميزة في صوتها، قامت بدبلجة العديد من الأعمال، ومن أشهر أدوار آمال هو دور كونان في المحقق كونان، والممرضة جوي من بوكيمون، وهي زوجة الفنان قاسم ملحو. وإلى هنا ننتهي من هذا الفيديو، ونتمنى منك وضع رأيك بالتعليقات لأنه يهمنا، ولا تنسى الاشتراك في القناة